هلو هلو، اهلا بكل حبايبي متابعيني. عامله معاكم النهارده اكله او طريقه فراخ بمعنى اصح. تنفع للعزومات، تنفع للمناسبات، تنفع سندوتشات، سده معانا في اي حاجه يا جماعه. طعمها خطير وتحفه، وبترمي معانا كتير جدا. عامله بقى معاها شويه رز بسمتي كده ملون خطير. شايفين الجمال؟ يلا بينا بقى نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. انا معايا هنا صدرين من الفراخ. خلاص يعني تروحي للفرارجي وتقولي له عايزه صدرين، تخلوهم لي، بس تخليهم لي زي ما هم، ما تقطعهمش بانيه. معايا ميه بصل، من كل حاجه بقى معلقه، 7 بهارات، كاري، بابريكا، فلفل اسمر، شويه ملح، معلقه خل كبيره، ومعلقه زيت كبيره. وهقلب الكلام ده كله كويس، وهحطهم على الفراخ بتاعتي، واسيبهم لمده 3 ساعات في التلاجة تشرب كده من ميه البصل والتوابل والخل اللي احنا حاطينه. او نغطيها كده بكيس ونحطها في التلاجة. خلاص الفراخ طلعت معانا اهي بعد 3 ساعات تقريبا. هجيب بقى كده كل صدر كده لوحده، اصفيه من الميه دي كويس او من التتبيله دي كويس. وهجيب معايا بقى خيط، هربطه الاول بالطول. يعني شايفين انا مش مسرعه الفيديو للدرجه عشان يبقى واضح امامك. بصي اهو بالطول هربط ربطه صغيره، وبعد كده ادخله كده من تحت اهو شايفين. وهلف بقى على الصدر عادي خالص. هلف على صدر الفرخة عادي خالص. انا بس وصلت حتة خيط عشان الخيط كانت قصيرة معايا، فوصلت بيه حتة. انا بلف بس كده من تحت لفوق وخلاص. بس وهاجي بقى من الاخر من تحت كده، هحطها من تحت او اربطها اللي يريحك. كده كده ان شاء الله مش هتفك معانا. خلاص كده عملت الصدر التاني، ونروح بقى نشوف هنعمل ايه. معايا هنا طاسة تكون سخنة جدا، معلقتين زيت، وهأكد تاني تكون سخنة. انا عايزه الصوت ده وعايزه الشكل ده يكون في الفراخ. هشوحها بس كده تشويحتين، مش هسويها ولا حاجه، يا دوبك تتشوح بس. خلاص هشيلها بقى في طبق خارجي. وهاجي بقى للتتبيله بتاعتنا، انا ما رميتهاش، اللي هي البصل بالتوابل بشويه الخل. هنزل بيهم بقى على الطاسه اللي شوحت فيها الفراخ. هزودهم كوبايه ميه تاني واسيبهم يغلوا مع بعض، واقول لكم هنعمل بيهم ايه. التتبيله بقى بتاعت الوجه، هجيب معلقتين دبس رمان مع معلقتين زيت مع سنه زعفران صغنونه تدينا لون، وشويه ملح كده، واحط معلقه عسل نحل كبيره. ويفضل لما نيجي نحط العسل نحطه بمعلقه خشب او بلاستيك، بلاش المعالق المعدن تخش في العسل. خلاص. نيجي بقى الكلام ده كله بعد ما قلبناه كويس، اجيب بقى فرشه وادهن بيهم الصدور كده كويس. هي بقى دي اللي بتديها الطعم المسكر، تحس بقى طعم مسكر مع حادق كده، حاجة كده خطيرة، وبتديها لون حلو جدا. برضو عملت بقى من ورا كده. وهاجي بقى اعمل ايه؟ اي شبكة عندك، اي شبكة بتاعت ميكروويف، اي حاجة. المية غليت اهي، هحط الشبكة على الصينية، المية اللي بتغلي، وهدخلها بقى فرن، تقعد لمدة ساعتين، تعيش مع نفسها براحتها خالص. خلاص كده استوت برضو في نص وهي في الفرن كده هدهنها برضو، وادخلها بقى التلاجة لمدة ما تقلش عن 3 4 ساعات عشان اعرف اقطعها. خلاص نيجي بقى هنا للرز. معلقة زبدة، معلقة زيت، حطيت بصلاية مبشورة، هقلبها كويس جدا. هنزل بالتوابل بتاعتي، لورا، حبهان، قرنفل، قرفة. شوح كويس الكلام ده. وبعد كده هنزل معايا بكوبايتين رز غسلاهم ومصفيهم. التوابل بتاعتنا شويه ملح وشويه فلفل اسمر، لان انا عامه حاطه التوابل كلها اللي هي الصحيحه، خلاص نزلت النكهه بتاعتها. الميه المغليه لحد سوى الرز كده بسنتي واحد تقريبا، وهقفل بقى عليه لحد ما يتشرب. خلاص بقى دلوقتي اتشرب، هنقله بقى على نار هاديه خالص لحد ما يستوي براحته. نيجي بقى هنا اهو خلاص كده استوى. هنقي بقى منه اللورة والحبة هنا عشان ما يجيش تحت لساننا يعني ونتضايق منه. نيجي بقى للالوان بتاعتنا. انا عندي هنا شويه زعفران صغيرين،
ومعلقه زيت صغننه قوي، دي اللي بندوب فيها الزعفران اهو. ومعايا لون احمر، ده لون صحي، لون طعام صحي ما فيهوش حاجه. حطيت برضو ندعه صغيره منه، لو ما عندكيش اللون ده حطي بابريكا. وجيت بقى خلاص، انا هنا الرز استوى يا دوبك، خلاص هقفل عليه. هروح حاطه بقى الالوان زي ما انتم شايفين، خط هنا وخط هنا، مش هحطها على الرز كله. وهقفل استنى عليه 5 دقايق تاني. خلاص خلصت اقلب بقى، وشايفين الجمال؟ خطير يا جماعه، خطير. الوان مبهجه بقى، 3 الوان دلوقتي، اللون بتاعه اللي هو البيج، واللون الاحمر اللي انا حطيته، واللون الاصفر. فشكله الصراحه ربنا مبهج جدا. كنت هحط اخضر كمان، بس يلا قلت بقى ايه، ما نعملش فرح في الرز يعني. خلاص بقى، هنا الفراخ استريحت معانا في التلاجة. هبدا بقى افك الخيط بتاعها واقطعها كده بالراحه، عكس اتجاه النسيج، عشان انت لو قطعتيها باتجاه النسيج هتطلع مفروله منك. اهو قطعت الكميه كلها، والرز هنا بقى خلص. نيجي بقى نغرف الكلام ده كله مع بعض. شايفين ما شاء الله الرز مفلفل وريحته خطيره يا جماعه. نسوي بقى الطبق بتاعنا، ونرص بقى الفراخ. اظن الشكل بيتكلم عن نفسه، واضح قوي. اهو شايفين بقى رصتهم، رشه بقدونس كده في النص. وده كان اكلنا النهارده. لو عجبك الفيديو لايك وشير. باي باي.